زلنا في برنامج من القلب إلى القلب، وهذه المرة في أبين الكفاح، أبين المعاناة، أبين التي لا زالت وستظل تكافح من أجل رزقها. تابعونا في هذا البرنامج، حلقات مشوقة من القلب إلى القلب. أبين خريج روسيا في 88 من صقور الجو إلى مزارع بسيط تحت حرارة الشمس ولهيب الأرض. تعالوا خلونا نشوف. اسمي الكريم محمد عبد الله عوض ناصر العباد من أبين منطقة الحصن. أنت طبعا أكيد درست في مدرسة عشرين. درست الابتدائية هنا في منطقة الحبيبة الحصن، ثم انتقلت الثانوية في مدرسة الشهيد سلم حسين جبران بقعار. خلصت الثانوية ثم تحركت للتجنيد الإجباري. كان أيام التجنيد. أيام التجنيد الإجباري. وتجنت أجت البعثة الطبية الفحوصات ابتعاث إلى روسيا، وتقدمنا الفحوصات وامتحان القبول والحمد لله وفقنا وسافرنا. في عام كم سافرت لروسيا؟ في عام 1984. وتخرجت؟ تخرجت في عام 1988. طيار حربي 4 سنوات. طيب آنذاك أعتقد أن الراتب كان يكفيك، لأنك يعني كانت الوضع مختلف. بالفعل كان الوضع مختلف والحياة طبيعية، وكان الراتب يكفي يعني. بالدينار أعتقد كان. بالدينار أيوه، بالشلن. سبحان الله. أيوه الشلن الدينار. وأثناء الدراسة في روسيا 4 سنوات، دراسة بسيطة وسهلة لا، الدراسة مش إنها بسيطة بهذا كله، لكن لكل مجتهد نصيب. الدراسة طبعا دراسة طيران مش أي كلام. بعدين دروسوك أول سنة درسونا اللغة. اللغة لها نظام تدريس 20 كلمة في كل أسبوع. وكلمات، من ثم ندخل الكلمات هذا في جمل مفيدة، من ثم درسنا القواعد. بعدين عمليا أعتقد في دراسة الطيران مش أيوة. وبعدين دخلنا نظام الطيران. درسنا نظري في البداية، نظري حتى القفز بالمظلات، وبعدين درسنا عملي يعني طيران بالطائرات، تدريب قتالي. 4 سنوات في روسيا، أعتقد أنها جاك الشوق والحنين لأهلك داخل. أكيد يعني أكيد كل واحد يحن لأبوه وأمه. أكيد. وتقدمت لي عروض على أساس إني أبغى هناك ورفضت. فضلت بلدك على فضلت بلدي على أي. طيب الآن أنت مزارع. لا، مزارع نتيجة للوضع والظروف. نتيجة للوضع. وراتبك أعتقد الآن ما عاد وش ذاك مش هو ذاك اللي هو يعني الراتب ما يكفي. يعني صعب يكفي حتى يمكن 20 كيلو رز يمكن. صعب الحياة صعبة. طيب الآن تحولت إلى إيش من عمل معك مشان تسد جوعك وتسد جوع أهلك وأولادك؟ ما فيش العمل يعني بالأرض. مزارع. أيوة، إيجار أرض 1.5 فدان. إيجار سنوي يعني كل سنة يدفعوا لي مبلغ قدره مبلغ زهيد. تزرع يعني يزرعوا فيها مبلغ زهيد يعني مش إنه مش ذاك المبلغ. لا. حاولت أنت تشتغل أي شغل ثاني تجتهد؟ لا والله، اشتغلت في السيارات، بيع وشراء السيارات المعارض. يعني حاولت في عدن. أيوة اشتغلت في بيع وشراء السيارات. تشعر أن الفترة ذاك الأولى كانت فيها نوع من الكرامة؟ أيوة، نوع من العزة. بالفعل. الآن انكشف جلال الناس أو قالوا انكشف حال الناس. أيوة، الآن انكشف حال الناس. يعني أبوك وأمك عايشين؟ لا، الله يرحمهم توفوا. الوالد توفى والوالدة توفت الحمد لله. هل أبوك وأمك توفوا وأنت ما قدرت تحقق لهم شيء؟ الوالد والوالدة أنا أجيت من روسيا بسبب الوطن. تحبهم كثير؟ أيوة جدا. علاقتك بأمك لأني آخر العنقود. علاقتي بأمي وأبوي ماش داعي الواحد يمدح نفسه، لكن كانت علاقة طيبة وقوية جدا. أنا سمعناها من ناس غيرك يعني. الله يعطيكم العافية. أيوة. وكانت علاقتك بأمك أقوى وأجمل. السلام عليكم. في موقف بينك وبين أمك كان الآن تذكره يعني تتمنى أنها يعني أنك كنت تعوضها بأكثر أو لكن
بتبكيني يا نعم. ناصر. الله بتبكيني. الله يسعدك. بتبكيني يا نعم. ناصر. الله بتبكيني. الله يسعدك. طيب لو قالوا لك يعني شخص عزيز حتى وإن مات بيعود لك، اتمنى قل فلان وتحضنه دقيقة واحدة من بطنه. أمي يا أبي. ما تحضن أمك؟ أمي يا أبي. لا إله إلا الله. هكذا الحب، هذا الحب الحقيقي. يا الله. نعم. واحد سأل أمه قال لها ما هو الحب الحقيقي؟ قالت الذي بيني وبينك. يبدو أنك يعني علاقتك بأمك قوية جدا. جدا. لك معك لها ذكريات. أيوة. صور لها. في موجود. سبحان الله. طيب أمك عانت في حياتها؟ حياة طبيعية ما شاء الله. أي الحياة. حياة طبيعية. سبحان الله. أيام زمان طبعا الحياة كلها طبيعية سهلة. الناس متألفين فيما بينهم، متقاربين. احنا إن شاء الله اليوم عكس اليوم معنا لك هدية متواضعة. أول هدية متواضعة لك إن شاء الله بيجيبوها الشباب. طبعا الهدية من عمك ناصر. هذه الجائزة مقدمة من مناح البكيراس. هذه الهدية مقدمة من فرح مود. لأن مع الخير نعيش الوفا دائم ونسعد مع الغير. هذه الجائزة الثالثة من أنفور. هذه خلاطة مقدمة من أحمر عين في سيتي ستار. خلاطة. بس أعتقد أن هذا لا بدون فلوس ما بينفع. اللي فوقها فلوس مشان هذا الظرف الأول. هذا ظرف فيه مبلغ. هذا مقدم من أوكايا، شركة أوكايا الوادي الأخضر، 25,000. هذه الجائزة مقدمة من سيرس لاين، مكتب للسفريات في الحديدة. أجاب الله على وسلم. ميتة. كأن الحظ يحالفك. بكل حب نسريبه ندردش على الخير بسوالفنا. هذا من فاعل خير، قال لا تذكروا اسمي. في أجمل تعابير الله على وسلم. 200,000. لأن مع يا الله يا الله ما أكرمك، يا الله ما أكرمك. هذا الظرف أخير. هذا مقدم من شركة أو مجموعة الخليدي للهواتف الذكية في الشيخ عثمان أمام مسجد العيدروس. هذا احتمال يكون مبلغ بسيط. ايش سويت اليوم؟ ايش دعيت؟ ايش قلت؟ والله هل دعيت لامك وابوك او كيف؟ امي وابوي عميد في قلبي. ارحم الراحمين ادرى. ارحم الراحمين ادرى. بكيتني ناصر، بكيتني بكيتني. أمان يا أمان دنيا دوارة. لم تبقى إلا الذكريات. هكذا هم كوادرنا جار عليهم الوقت وتجرعوا مرارة العيش وأصبحوا يجابهوا الظروف الصعبة ويضطروا أن يشتغلوا مزارعين أو غير ذلك من أجل لقمة العيش. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وانتظرونا في حلقات أخرى. ترحيبه كلام الكبار درر برنامجنا يحكي به هالضيوف حلقتنا.